السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رسالة كده سريعة لمن يهم الأمر داخل النادي الأهلي بخصوص وجود مارسيل كولر داخل النادي الأهلي. أنا شايف إن يعني وجوده دلوقتي مساوئه بقت أكتر من إيجابياته. آه، كلنا شفنا في الفترة الأخيرة أداء النادي الأهلي وشكل النادي الأهلي، وأنا هنا مش بتكلم كمان على الصعيد الخططي والتكتيكي أو جمل أو إلى آخره. ساعات بصراحة باشوف في أوقات كتيرة جدًا الراجل بيتعمّد إن هو يعند أو بيتعمّد إن يحصل أخطاء يعني بشكل ساذج جدًا. وبصراحة اللي نوّر الموضوع ده أكتر مباراة الهلال اللي مش قادر تعدّي من قدّامي مرور الكرام. آآ بدايةً من خطأ في التشكيل، وحتى لمّا يعني بعد ما الماتش بدأ في مشكلة في قراءة المباراة، أو عادي جدًا مش عيب إن أنت تبدأ غلط وتبدأ تصحّح، لأ، أنت مُصمِّم. فكرة وجود 2 رأسات حربة وشُفناها في أكتر من مناسبة وما كانتش أفضل حاجة، وبرضه الراجل مستمر عليها. فأنا شايف في وجهة نظري يعني أنسب حاجة ممكن تحصل دلوقتي يعني كده زي ما بنقول يعني لا جديد يُذكر ومش هنشوف حاجة. فأنا شايف بنسبة كبيرة وجوده أو المجموعة اللي موجودة دلوقتي مع مارسيل كولر لو راحت الIntercontinental يبقى الحال كما هو عليه. ما فيش حاجة هتشوفوها وما فيش حاجة الراجل ده يقدر يقدّمها، عشان ببساطة شديدة كده زي ما بنقول بلغة الكورة، الراجل ده فلِّس فكريًا. الراجل ده بقى يعني يعمل حاجات جديدة عليّا أنا في الكورة أنا مش قادر أفهمها. فأنا متوقع يعني وباتمنى أيام قليلة ونسمع خبر رحيل كولر.